اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسرور على احلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. وحشتونا كتير من الفيديو اللي فات لحد النهارده. طبعا بقالنا 8 ايام ما نزلتش ولا فيديو، حاسه ان انا بقالي 8 سنين. فقلت ما ارجعلكوش بقى فيديو فاضي، ورجعت لكم فيديو السمك بتاع الحلقه. زي ما انتم شايفين بقى البولتي وجمال البولتي والاسماك كلها هتعجبكم قوي النهارده. هنا كانت بتاعه السمك بقى بتنقلي جايه ما شاء الله السمك كله كبير، فانا بقول لها لا انا عايزه وسط، مش عايزه سمك لا كبير ولا صغير، عايزاه وسط. بس هو ما شاء الله ما كانش فيه صغير، هو كان كله كبير. فقلت لها على قد ما تقدر تنقي وسط، عشان الولاد عندي صغيرين، فكل واحد ياخد واحده ما تفوتش منه حاجه. حرام ان احنا يعني نهدر النعمه. كل حاجه على قد واحد كده، اللي ياكل بتاعته يبقى تمام. او فاضت منه حاجه بسيطه ماشي، انما الكبيره دي مش هتنفع. قالت لي السمك البولتي بكام؟ ب85. اخدته منها ب75. هو اصلا في الاساس ب75، بس هم لازم يدوك كده سعر اعلى. اللهبل اللي يقول لهم ماشي يبقى تمام، انما الفصل لا. ده فرش تاني طبعا، مكان تاني يعني غيرهم التانيين. بس صراحة الحاجات عجبتني عندهم قوي. السمك الازاز جميل جدا جدا، حلو. السويسي جبت منهم. بصوا السمكة الملونة دي سمكة رقيق، سمكة رعاد، بس انا ما بحبهاش الصراحة. جبناها مرة واحدة وبس، دسم قوي. وده جمبري زي ما انتوا شايفين الازاز اللي بقول لكم عليه. والبولتشي برضه عنده ب75. اللهم صل على سيدنا محمد. التعابين قال لي ب60، الاخر ب50. اخدت منها هو كيلو كفايه. وايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وعنده كل حاجه الصراحه. الجمبري قال لي ب250، اخدت منه الجمبري ب220. حلو برضو، والسمك بتاعه حلو قوي، الجمبري جميل جدا. بس فقلت بقى اخد منه كده شويه حاجات حلوين. انا صورت لكم اللي هو البتاع ده، الصراحه ما بحبهوش، القراميط. بس ده ما شاء الله قراميط يعني حجم عائلي مش اللي هو الصغنن يعني. حبيت بس اصور شكله، بحب اتفرج على شكله، بس مش بحب اشتريه ولا بحب اكله. هنا بقى زي ما انتوا شايفين جميع الاسماك اهو. فرش ما شاء الله جميل جدا ونضيف جدا. بس فعلا الاسعار نار جدا، الاسعار ربنا يرحمنا برحمته يعني. بصوا هنا عنده بقى المكاريل، وعنده كل حاجة زي ما انتوا شايفين. بصوا سألت على اللهم صل على سيدنا محمد، على الصبيط. لقيتهم بيبيعوا راس الصبيط. انا استغربت يعني الراس دي انا برميها، باخد الصوابع بس كده منها وبرميها. انت قرفان ليه؟ الجو حر. ده هو عمال يشخط وينطر وقاعد على رجلي. بس شوفوا انا اوريكم الراس اهيت. قال لي الراس مش عارفه الكيلو ب80 جنيه. والله ما صدقت، قلت يعني الراس اللي بتترمي الكيلو منها ب80 جنيه، وبيقول لي الناس بتاخدها لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما صدقتش والله، ربنا يعيننا ويعين الناس. فبقول له معقولة بتتباع؟ قال لي والله ببيعها والناس بتاخدها بتعملها عادي. قلت له لا احنا ما بنعملهاش. بس فجبت الجمبري اهو زي ما انتوا بقى شايفين. الجمبري جبته ب220. جبت كيلو ونصين. اعمل يعني قلت اغسلهم الاول، وبعد كده اعمل نص واشيل النص التاني ان شاء الله. ابقى اعمل معاكم شوربه بيه بامر الله. بس وجبت تاني، وجبت سمك مكاريل بس ما جبتش منه كتير، جبت نص كيلو مش اكتر من كده. والتعابين جبت كيلو ب50 جنيه التعابين. واللهم صل على سيدنا محمد. المكاريل اللي قال لي ب90 جنيه، قال لي ب100. قلت له طب خلاص لا مش عايزه. قال لي طب خديه ب90. اخدت نص كيلو ب45. والصراحه التعابين كان جميل جدا جدا الصراحه. في نوع تعابين كده، وادي البولش اهو بوريهولكوا كمان. في نوع تعابين معرفش الفرق، عشان انا مش عارفه ما اكذبش عليكم. بيقولوا الاصفر من اللي هي التانية دي. بتبقى فيها في فرق، ان دي فيها شوكة من جوه ودي ما فيهاش. في نوع تكليت يعني ما تقدريش تندغيه ترجعيه تاني من الشوك اللي فيه. انما النوع ده صراحة يعني انا واقفة والله نسيت اصور لكم الحتة دي. فانا بقول له الصراحة بأمانة ربنا، هو دوت اللي فيه شوك؟ قال لي طب ثانية واحدة.
وراح خد 3 4 وحدات من على الفرش بتاعه، وانا فضلت واقفه زي ما انتوا شفتوا كده مع مراته. وطب خلاص، طب خد هقول لك يقول لي والله ابدا جايلك تاني. راح غسلهم وداهم القلايه. هي الحلقه السمك دي فيها كل حاجه، فيها السمك الني وتاخديه تروحي موديه القلايه وانت واقفه يتبلهولك يغسلهولك ويتبلهولك وانت واقفه. بس انا صراحه ماليش في الجو ده، انا باخد حاجتي في بيتي زي ما انتوا شايفين، اعملها بمزاجي، اعملها بنظافه اللي انا عايزه اعمله في حاجتي. فاخد الاربع سمكات اللي هم التعابين، وراح غسلهم وتبلهم وجايبهم لي بقى مقليين كده على ورقه على ورقه سخنه كده بقى. فبيقول لي طب خدي بقى دوقي يا سيدي. خلاص والله انا واثقه ومتاكده، خلاص طالما انت حلفت بالله. قال لي والله ابدا. صراحه دقت السمكيه لقيتها الصراحه اللي هي ما فيهاش شوك من جوه. قلت له طب هات كيلو، برضو قلت اخد كيلو كفايه عشان برضو ولادي ما اضمنش برضو ذوقي من ذوقهم. بنتي كانت معايا دقته تقول لي ما شاء الله ده طعمه جميل جدا يا ماما، مش اللي احنا جبناه قبل كده ورميناه. صراحه انا جبته اول ما يقطموا يروحوا مرجعين القطمه تاني، يقطموا يروحوا تفينها تاني. فصراحه انا معرفتش اعمل خلاص هما مش عايزين ورحت رمياه. القطط بقى هي اولى بيه. فكنت خايفه من نفس النقطه دي لحسن لا قدر الله ما تعجبهمش. قالت لي يا ماما ده حلو قوي. قلت برضه اخد كيلو على القد عشان اللي يعجبه ياكل واللي ما يعجبوش ما يبقاش الخساره كبيره يعني. بس زي ما انتوا شايفين كده السمك التعابين اهو، اللي هي فيها الاصفر دي بيقولك بتبقى مفيهاش شوك عن تجربه يعني. انما التانية لونها الغامق شويه لا دي هي كلها شوك بقى. بس وجبت كيلو الا ربع سمك فيليه برضو شيلته علشان بعد غسلته الاول وشيلته برضو ان شاء الله اعمل معاكم الشوربه بيه. يبقى كده انا كان عندي كيس قواقع حبة جمبري صغيرين، جبت عليه نص كيلو جمبري وجبت عليه كيلو الا ربع سمك فيليه. ومسكت الحاجه بقى مسكتها كلها كده غسلتها، قلت لكم كده على الاسعار كلها طبعا. ادي السمك المكاريل اللي لقيته اللي هو ما شاء الله بلدي وجميل مليان بطارخ من جوه. البطارخ قالتها الصراحه كانت جميله جدا برضو. انا بوريكم كده مش بقرفكم ولا حاجه، ولا ما فيش حد ما بيعرفش ينضف سمك، كله بيعرف طبعا. بس انا عايزه اوريكم البطارخ اللي فيه. بجد البطارخ جميله جدا جدا، هي صغننه مش كبيره قوي بس طعمها حلو قوي. بسمع يعني ان المكاريل البلدي بصوا البطارخ عامله ازاي، حطيتها لكم على السمك الفيليه. بسمع ان السمك اللي فيه البطارخ ده بيبقى سمك بلدي. وهي الصراحه مكرونه جميله صراحه، الفرش كله بما يرضي الله، حاجته جميله جدا ونضيفه قوي. انا صراحه اول مره اجيب منه، عشان كده صراحه اما عجبني قلت انا مش هجيب غير من عنده. بجيب من كذا حد هناك بس ما بتبقاش عنده بالامانه كل حاجه حلوه كده. بس زي ما انتوا شايفين بقى كده نضفت السمك. السمك البولتشي سيبته في ميه بس عشان ما ينشفش مني من جوه، الدم ما ينشفش في الحر ده. وقلت بقى ابتدي اعمل حاجه. بس هوريكم برضو السمكه التانية البطاريخ برضو اللي فيها برضو. بصوا حاجه ما شاء الله عامله ازاي. ما بقسمش البطروخ من التاني، بخليه هو بغسله وبتبله وبقليه زي ما هما الاتنين في بعض، لان هما صغيرين مش مستاهله ان انتي تقعدي يعني تشيلي وتحطي. بس صراحه ما سالتش على حاجه تاني. بنتي قالت لي نسال على اسمها اللهم صل على سيدنا محمد الكابوريا. قلت لها لا، ما احنا عندنا نسال عليها ليه طالما عندنا خلاص. هنعمل بقى ان شاء الله المره الجايه اكله سمك بس مع شوربه سي فود بقى ان شاء الله بامر الله. الاكله دي احنا عملناها من غير شوربه سي فود بس ما شاء الله كانت حلوه والله، قعدت معانا يومين. اللي وصل معانا هي لحد هنا يا حبايب قلبي ما ينساش اللايك والشير فضل الله ليس امرا، واللي مشتركش يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد معانا. انتظروا بقى الفيديو بتاع السمك.